راكم أساتذة، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نهضروا على الشبكة ديال التنقيط الخاصة باختبار الشفوي ديال السنة الماضية. هاد السنة يختلف الأمر، لأن هاد السنة غادي يكون تقديم درس أمام اللجنة ويتم مناقشته، ماشي بحال العام اللي فات. يعني كانوا بعض المرات كينوضوا دير واحد المقطع من الدرس، ولكن غالبا كتكون أسئلة أخذا ورد، أسئلة وصافي. اما هذا العام غادي يكون شيء مختلف. ولكن واخا هكاك هاد الشبكه التنقيط مهمه جدا، لان فيها شي نقاط اللي خاص تكون متوفره في الاستاذ، يعني تخدم عليها. حيت راها واخا ما غاديش تكون يعني ما حطوش الشبكه ديال هذا العام باللي راه غينقطوا عليها، ولكن راها كاينه بواحد الطريقه اللي هي ضمنيه. بالنسبه للهيئه والهندام، يعني الشكل ديال الاستاذ خصو يكون شكل لبق محترم، ما يكونش هذيك المساحيق التجميل بشكل مبالغ فيه، ما يكونش ملابس اللي هي توحي الى واحد، واش غادي نقول لكم، يعني واحد داكشي رديء. يعني بالعكس، الاستاذ راه خصو يكون قدوه للتلميذ، وخصو يكون كيلبس واحد اللباس اللي هو محترم. واخا يكون عندك واحد ستيل معين خارج الخدمه، ولكن في الخدمه كنلبسوا الوزراء، كنلبسوا ما هو اللباس اللي هو محترم. بالنسبه للقدره على التعبير باللغه التدريس، اللغه التدريس هي اللغه العربيه الفصحى. يعني حاول ما امكن انك تدرب على التحدث باللغه العربيه الفصحى بطلاقه، يعني حيث لأن ممنوع الدارجة في أثناء المناقشة مع اللجنة. القدرة على التعبير بلغات الثانية، اللغة الثانية هي اللغة الفرنسية. يعني فاش يسولوك اون فرونسي خصك تجاوبهم اون فرونسي، تكون عندك ديك القدرة ديال التعبير. القدرة على استعمال وتوظيف الإعلاميات، يعني الإعلاميات داكشي اللي كنحتاجو في التعليم، بحال الوورد، الباوربوينت والاكسل. كيكون السؤال المطروح دائما: شنو الفائده ديال الوورد ولا الباوربوينت ولا الاكسل بالنسبه للتعليم؟ كيكون سؤال مطروح من طرف اللجنه. الوورد هو كيساعدنا في معالجه النصوص، يعني انطلاقا من الوورد نقدروا نديروا تمرين، نكتبوا تمرين، نقدروا نديروا وضعيه، نقدروا نصاوبوا امتحان، نقدروا نديروا شهاده تقديريه، نقدروا نديروا لائحه التلاميذ، نقدروا نديروا لائحه النقاط، لانه كيساعدنا في معالجه النصوص. بالنسبه للباوربوينت كيساعدنا في العرض ديال الدروس على شكل عرض. يعني الدرس كيكون كتابي، انا كنرجعوا صور، كنرجعوا فيديوهات، كندير لانيماسيون، وبذلك الدرس كيولي متحرك. بالنسبه للاكسل كيساعدنا ندخلوا النقاط، ما هو حسابي، فيه عمليه حسابيه، فيه معالجه البيانات، يعني فيه جداول نقدروا نخدموا ببساطه. بالنسبه لهاد الاعلاميات باش كتفيدنا في نظريات الذكاءات المتعدده. خصكم تطلوا طليله على هاد النظريه لانها مهمه وكنعتمدوا عليها بزاف. وانطلاقا من نظريه الذكاءات المتعدده كتجي النظريه الفريقيه، ان كل تلميذ والمستوى الادراكي ديالو، وخصنا نعرفوا كيفاش اننا نوصلوا المعلومه بطريقه مختلفه كي يستفيد جميع انواع الذكاءات. اللي عنده ذكاء مرئي يستفيد، اللي عنده ذكاء سمعي يستفيد، الى اخره. بالنسبه لمدى التحكم في المجال ديال التخصص، مجال التخصص بالنسبه للمزدوج كنقصدوا به اللغه العربيه، اللغه الفرنسيه والرياضيات والنشاط العلمي. هنا غالبا كنركز لكم انكم تعاودوا تراجعوا جميع الدروس. لا الا كان في الكتابي كاين اختيارات وكاين كيسو ام وكيعطيوك هذا، وقت انك تفكر في الشفوي شيء مغاير. الا سولك سؤال خص يكون ديجا عندك الجواب. غالبا ماشي كيسولوك شنو هو القاعده مثلا، شنو هي القاعده ديال هذا ديال كذا وكذا، ولكن كيقول لك اعطيني مثال على كذا. مثلا احنا عندنا البدل وعندنا النعت، كيقول لك اعطيني مثال في البدل، اعطيني مثال في النعت مثلا، ماشي غيقول لك شنو هو النعت.
ممكن يقول لك انواع ديال شي حاجه، مثلا انواع الجمله الى اخره. بالنسبه للقدره على الانصات وتقبل الراي الاخر، لان غالبا هم غادي يعطيو الراي ديالهم فيك، وانت خص تكون فاش كيهضروا هما تكون كتسمع لهم، كتعطيهم وقت انهم يهضروا، وفي نفس الوقت ابتسامه، ديما ابتسامه تخفي التوتر اللي كيكون فينا. الابتسامه اللي كنبتسموا كتخلي اللجنه كتبين لنا ان كنبانوا ليها بلي راه اون صادافت. المهم بالنسبه لتقبل الراي الاخر، الا انتقدوك مثلا قالوا لك بلي عندك نقص في هذه الماده معينه ولا هذا، كتقول لهم شكرا على الراي ديالكم، وانا غادي نحاول نخدم على راسي اكثر. وحنا كنتعلموا، ما حد الانسان ديما كيتعلم، ما خلقناش معلمين، ولكن الا كانت الرغبه في التعلم والرغبه في انك تصحح الاخطاء ديالك، ديما كيكون تطور في الانسان. بالنسبه للقدره على التبليغ بلغه لغه التدريس، سواء اللغه الفرنسيه او اللغه العربيه، يعني كيسولوك بوحده منهم وانت خصك تجاوب بلغه سليمه. وضوح الافكار وانسجامها، يعني ما يكونش فيك ستريس، لان الستريس كينسيك في كل شيء. الا كنتي مهدان وكتنفس مزيان وكتضحك وعارف باللي ديك المباراه راها تجربه عاديه، كتقدر تتحكم في وضوح الافكار وانسجامها. بالنسبه للقدره على الفهم والتحليل والتعليل، يعني كيعطيوك مثلا حنا في المباراه ديالنا عطاونا النص بالعربيه والفرنسيه، كتقراه وكتشوف واش فهمتيه. اسئله في الفكره العامه، في الافكار الاساسيه، شرح المفردات، الاعراب، الشكل، تحليل لبعض المعلومات. الاطلاع على مستجدات نظام التربيه والتكوين بالمغرب. مستجدات التربيه والتكوين ضروري هذه تكونوا مطلعين عليها، لان كيسولكم عليها. كاين بزاف المستجدات وقعوا هذا العام هذا. ممكن بارطاجي معكم واحد المقطع اللي كنجمع فيها جميع مستجدات التربيه والتكوين باش نكونوا هذه النقطه هذه يعني سالينا معاها. بالنسبه لمدى احاطه العلوم التربيه وطرق التدريس، علوم التربيه هي خصكم تعاودوا ديروا اطلاع عليها وتعاودوا تراجعوا هذاك الامتحان اللي تحط في الكتابي، لانه شامل بزاف ديال المواضيع في علوم التربيه. خصكم تعرفوا وظائف ومهام المدرس، وكيسولكم في الاخير مدى جاهزيه وحفيزيه ديال ممارسه المهنه. كيقولك مثلا غتمشي للجبل، غتمشي للفرعيه، وغادي يكون الطريق بعيده والشتاء والجبال ومدرسه ما مجهزاش واقسام مشتركه. واش نتايا واجد لهذا الشيء كامل؟ انت خصك يكون ديجا موجود واحد الفقره فيها علاش انت بغيتي التعليم، وشنو الحاجه اللي خلاتك تمشي للتعليم رغم كاع الظروف. وممكن يسولوك واش نتايا مع التعاقد ولا ضده، باش يشوفوا واش نتايا اللي الفكره ديالك. وكتبقى غير راي وصافي، يعني هما ما كيحاسبوكش على الراي ديالك سواء كان ايجابي او سلبي. المهم خص يكون انك متحفز للمهنه ومتحفز انك تعطي للتلاميذ. هذه هي الشبكه التنقيط. بالنسبه للمباراه ديال السنوات الفارطه كانت نفس شبكه التنقيط، وكانت النقطه الاجماليه على 60. اما بالنسبه لهاد السنه هذه كما لاحظت ان عطاو واحد الوزن كبير للمباراه الشفويه، اكثر من الكتابي معامل 3، كنلقاو معامل 3، كنلقاو معامل 2. اما المباراه الشفويه معامل 10. معناتها راه ممكن هي اللي تنجحك وممكن هي اللي تسقطك. يعني المباراه الشفويه عندها واحد الوزن هذا العام كبير بزاف، خصنا نركزوا عليها. بالنسبه لهاد الشبكه هذه غادي نحاول ندير فيديو بالنسبه لمهام مدرس والوظائف ديالو، وغندير فيديو بالنسبه لعلوم التربيه وطرق التدريس، وفيديو بالنسبه لمستجدات نظام التربيه والتكوين بهذه السنه هذه. وغادي يكونوا فيديوهات مختصره للافاده. الا كانت شي افكار اخرى ممكن تحطوها لي في التعليق. دابا حاليا غادي ندوزو الشبكه التنقيط ديال هذا العام هذا اللي غادي يكون فيه تحليل ممارسه. انت غتنوض دير تقدم درس، شنو الامور اللي خصك تاخذها بعين الاعتبار. بقاو معايا باش